هل انا لو اتمرنت في البيت هتطور؟ هتتطور وهتوصل لشكل كويس جدا. مين اللي يتمرن في البيت؟ كبار السن، الناس اللي بتعاني من الخشونه. وخليني اقول لك نبذه عن موضوع الخشونه ده عشان الناس بتفكر ان انا هعالجها. انا ما بعالجش، انا مش جهه علاجيه. سعادتك انا كل اللي بعمله معاك لو انت عندك خشونه او بتعاني من الخشونه ان انا بعمل لك تقويات لرجليك، وفي نفس الوقت لو وزنك تقيل بقلل لك وزنك بحيث ان انت تخف الحمل على المفاصل، فبالتالي بتحس بتحسن احسن. هل ينفع تنزل مع نفسك كده تروح الجيم تتمرن وتبذل مجهود وخلاص؟ لا. ليه؟ لان سعادتك ليك برنامج تدريبي خاص بيك انت كواحد بتعاني من الخشونه. لو نزلت هبلت مع نفسك، وانا اسف في اللفظ، هتزعل، والله العظيم هتزعل جامد. ليه؟ لان انت بدل ما هتنزل تحسن صحتك، لا انت هتأذي نفسك. فكن حذر، وتمرين البيت بيجيب نتائج كل حاجه. لو واحد ما بيحبش يروح الجيم، لو واحد مكسوف ان هو يتمرن في الجيم، مثلا معظم الناس اللي بتعاني من موضوع الكسوف في الجيم، الناس اللي بيبقى وزنها زياده فتروح الجيم تحس انها مكسوفه والكلام ده، تقدر تتمرن في البيت وتتطور. كبار السن، الناس اللي وقتها مشغول وما عندهاش وقت انها تروح الجيم، تقدر تتمرن في البيت وتتطور باقل الادوات واقل الامكانيات. تقدر تتمرن، مش محتاجين غير بيت ترين في بترين وهخليك تتطور. وتعالى اقول لك على المميزات اللي تخليك فعلا تتمرن في البيت. رقم واحد، هوفر لك وقت. رقم اتنين، هوفر لك اشتراك الجيم. رقم تلاته، انا مسؤول عنك مسؤوليه كامله من تغذيه ومن تمرين ومكملات وفيتامينات في حاله استخدام مكملات او فيتامينات، ودي بتكون اختياري. فسعادتك اصلا عشان تروح تتمرن مطلوب منك انك تتابع مع متخصص تغذيه وكمان مدرب شخصي. مش كل المدربين يقدروا ان هم ياكلوك صح، وهنا انا بوفر لك اتنين في واحد. يعني ايه؟ يعني انا بوفر لك التغذيه والتمرين، لاني اقدر اساعدك انك تاكل كويس وتتمرن كويس. ليه؟ لان ببساطه خالص مدرب شخصي معتمد دوليا ومحليا، متخصص تغذيه رياضيين ومتخصص تغذيه علاجيه سمنه ونحافه، فاقدر اتعامل مع اي حاله ايا كانت هي ايه بامر الله. بس كده، فتمرين البيت هيساعدك انك تتطور عادي جدا، مفيش اي مشكله. لو مهتم ابعت لي رساله ابعت لك كل التفاصيل.